السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. عاملين ايه في رمضان وعاملين ايه في الصيام؟ النهارده تاني يوم رمضان. انا حبيت اشجعكم في تاني يوم رمضان على الصيام، والنهارده هنتكلم عن ايه هو ثواب الصوم. انا لو اعرف ايه هو ثواب الصوم وهاخد كام حسنه انا هصوم على طول. فالنهارده انا هكلمكم عن ايه هو ثواب الصوم. في حاجات احنا عارفين الثواب بتاعها، زي مثلا ان انا لما بقعد اقرا القران كل حرف انا بقوله باخد عليه 10 حسنات لغايه 700 ضعف. طيب بالنسبة للصوم أنا هاخد كام حسنة؟ لا، بالنسبة للصوم الله سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معنى كده ان ثواب الصوم كبير جدا جدا، لدرجه ان الله سبحانه وتعالى ما قالنا لهش هنا في الدنيا، وسايبه مفاجاه لينا في يوم القيامه. كمان الصيام والقران بيجوا يقفوا جنبك كده يوم القيامه وانت بتتحاسب، ويشفعوا لك عند الله سبحانه وتعالى. كمان احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي بيصوم رمضان ال30 يوم كل ذنوب اللي قبل كده كأنه ما عملهاش. وكمان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب يا رب انا ما قدرتش كل يوم اروح اصلي التراويح مع بابا. طيب في حديث كمان: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر اللي بتكون في العشرة الأواخر بس من رمضان، اللي هيقدر إن هو يصومها يقيمها إيمانا واحتسابا، ربنا يغفر له كل ذنوبه اللي قبل كده، وهياخد ثواب كبير جدا جدا كمان، علشان دي ليلة القدر. يعني إيه إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني إن أنا أكون مؤمن إن الصوم ده فرض من عند الله سبحانه وتعالى، وأنا لما بعمله باخد أجر، ولو سبته بتعاقب عليه لأن ده فرض من عند الله سبحانه وتعالى. طب يعني إيه احتسابا؟ احتسابا إن أنا بعمله بس علشان ربنا سبحانه وتعالى، ومستني إن ربنا هو اللي يديني الثواب عليه. يعني مش بعمله عشان يقول عليا إن أنا قوي، ولا عشان أنا كبير وقدرت أصوم. ماشي، دي كلها حاجات حلوة، لكن احنا برضو نعمله علشان بس ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه، وإحنا لازم نعمله. تمام. طيب ايه كمان؟ تعرفوا ان احنا لما بنتسحر بناخد ثواب كبير. لما بنتسحر، لما بناكل لما بناكل الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله والملائكه يصلون على المتسحرين. يعني ايه الله سبحانه وتعالى يصلي على المتسحرين؟ يعني ايه ربنا يصلي علينا؟ صلاة الله علينا هي رحمة لينا، ان ربنا يرحمنا، ورحمة ربنا دي احلى حاجة احنا عايزينها. طب وصلاة الملائكة؟ صلاة الملائكة ان هم بيدعوا لنا. الملائكة بتدعي لنا لما احنا بس نقوم نتسحر، علشان نبقى أقوياء تاني يوم ونقدر ان احنا نصوم. بس كده؟ لأ، استنوا. عارفين كمان ان تعجيل الفطار ده سنة؟ يعني ايه تعجيل الفطار؟ يعني اول ما نسمع الله اكبر نروح نفطر على طول. ده حاجة امرنا بيها سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عشان كده احنا لما بنعملها بناخد ثواب. بس استنوا، قبل ما تفطروا للصائم دعوة لا ترد حين يفطر. يعني وانا بفطر كده بعد ما اقول الدعاء ادعي باي حاجه انا نفسي فيها، الدعوه دي ان شاء الله تكون دعوه مستجابه. دول شويه صغيرين من ثواب الصوم اللي احنا نقدر نقولهم في الفيديو ده، واستنوني في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.